تعرف اننا بنشرب من القله ديت غلط؟ بنحط الميه من هنا ونرجع نشربها تاني من هنا، صح؟ لكن مش ده اللي كان بيحصل زمان ولا دوت اللي علشانه اتصنعت القله. الميه زمان كانت بتتحط من هنا فعلا وبيحصل ارتشاح والميه بتخرج من هنا. الميه بقى اللي بتخرج من هنا اللي احنا بنرميها حاليا هي ديت اللي كانوا بيشربوها زمان، لان طبعا في وقت من الاوقات كان الغني والفقير كلهم بيشربوا من ميه النيل، ما كانش في ميه معدنيه ساعتها، كانوا وقتها بيشربوا الميه بالطينه والفيروسات واي حاجه تانية موجوده فيها، ما كانش لسه طبعا في محطات لتنقيه الميه، وساعتها الانسان هيحتاج فلتر يحط فيه الميه من الداخل بحيث ان يحجز الشوائب واي حاجه هو مش محتاج انها تنزل مع الميه، وياخد الميه اللي بتخرج من بره اللي مفترض ان هي اتنقت الى حد ما، ومع الوقت يتحول استخدامها للشكل اللي نعرفه دلوقتي. لكن ازاي القله بتسقع الميه اللي جواها؟ الفكره بسيطه جدا، وهو ان القله فيها مسام بتساهم ان جزء من الميه يحصل له ارتشاح ويخرج بره على جسم القله، وطبيعي مع الهواء ان درجه حراره القله تنزل والميه اللي جواها كمان درجه حرارتها تنزل والميه تبقى ساقعه، فيكون معاك ميه ساقعه لكن مش بنفس الدرجه بتاعت الثلاجه، بالتالي ما تتعبش منها. ده غير المعادن اللي بتكون موجوده فيها وانها ما بتتفاعلش كمان مع الميه اللي موجوده جواها. القله مع الاستخدام الحالي بتعتبر صحيه، واللي زي حاجات كتير يعتبر اول من استخدامها كانوا قدماء المصريين، واللي بتتشهر محافظات الصعيد هنا في مصر بصناعتها. واخيرا القله بتعتبر وسيله كويسه للشرب لعابر السبيل، خاصه لو ما فيش مقدره ان يتحط كولدير، لكن مشكلتها بس ان الكل بيشرب منها وممكن تنقل الامراض.